أهلا بيكم في مطبخ وديدة. خلص العيد واشتقنا للأكلات البحرية. تعالوا النهاردة نعمل صينية سمك بالبطاطس وجمبري بالخلطة وصبيت. يلا نشوف الفيديو. أول حاجة السمكة دي بوري، وده جمبري، وده صبيت. أول حاجة هنعمل صينية السمك، بصلاية نقطعها جوليان، وطماطماية، وشوية بقدونس، معلقة كمون صغيرة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة كزبرة، معلقة ملح، نص معلقة كمون، معلقة خل كبيرة، معلقة زيت كبيرة. أنا قلت كمون. توم، ليمونة، وهنبدأ نقلب كله. وجبنا بطاطساية وقطعناها دواير، وهنقلبها في الخلطة كويس عشان يشربوا من بعض. هنرصها في صينية مدهونة زيت، معلقة زيت. بعدين نجيب السمكية برضو نحطها في الخلطة كده عشان تشرب كلها منها من تحت ومن فوق. وبعد كده هنحطها في الصينية ونحط عليها كل الخلطة على السمكة، ونرتبها كويس عليها ونظبطها. وبعد كده هنحطها بقى في فرن متسخن قبلها تقريبا، هتقعد نص ساعة تقريبا على 200 درجة، عايزاه عالي شوية. بعد كده هنعمل الخلطة بتاعت الجمبري. دي بصلاية متوسطة قطعناها جوليان، وطماطماية مكعبات صغننة قوي، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، نص معلقة ملح، نص معلقة توم. هنقلب كله مع بعضه، وهنحط الجمبري نقلبه كويس. خلاص كده تمام. هنحط عليه نص كوباية مية ونحطه على النار. الخلطة بتاعت الصبيت كمون، كزبرة، توم، ملح، كله هيتقلب ويتساب شوية. تمام كده الجمبري على النار. هنعمل الرز بتاع السمك، معلقتين زيت ونحط فيهم بصلاية متقطعة كبير شوية. نبدأ نقلب لحد أنا عايزاه لونه يبقى غامق عشان الرز يطلع رز صيادية غامق. بص هو كده ما اتحرقش، هو كده تمام. حطينا عليه شوية مية صغننين قوي عشان يدوب البصل في المية ولونه يغمق. بعد كده حطينا مقدار المية على حسب الرز، ونسيبه يغلي شوية، وملح. خلاص غلي شوية، هنحط بقى عليه الرز ونقلبه ونحطه على نار واطية لمدة ربع ساعة. بعد كده هنبدأ نعمل الكاريماري. هنجيب دقيق ونحط عليه نص معلقة كركم عشان يبقى طلعة صفرة، يعني فاتحة كده وحلوة. ودي الطاسة بتاعت كل بيت المصرية بشكلها الأسود الجميل، طبعا عندنا كلنا الطاسة دي مش بنستغنى عنها. هنقلب الدقيق في الكاريماري وننزله في الزيت يتحمر. سيبه شوية لحد ما ياخد لون. كده تمام. وهنطلعه. هنطلعه في الطبق. وبعد كده دي سفرتنا بقى، اللي هي عبارة عن السمكية البوري اللي بالبطاطس، وده الجمبري، ودي شوربة الجمبري، رز، الصبيط، الطحينة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير عشان تشوفوا كل جديد، وبألف هنا.